تفضلي. بدي اقول لكل العالم ولكل الامه، والله العظيم ما حبيت ادخلها الدار ولا حبيت، والله ما خشبت الدار ولا ده. جبتها من الدار على المستشفى وعلى بخيمة الاعتصام عشان اقول لها شادي يما بكره ان شاء الله بيطلعوا بيطلعوا بالسلامه يا الله. الله يما، حتى بنت اخوك نزلت لك، حتى البنت الصغيره نزلها. والله العظيم الخيمه بتيسع، والله بتيسع من عمر يوم لعمر 100 سنه. احنا موجودين بالخيمه اميات اسرى. بدنا مين يساندنا، بدنا مين يوقف معنا، بدنا اياهم يكونوا لجنبنا. بناشد كل الامه تعالوا وقفوا مع اولادنا، لهم 31 يوم، اي بنت صغيره حاططها بحضني، حاطه وضممتها بحضني، فما بالك اللي ربى اولادها وربناهم. خلينا اقول لي 16 سنه بروح وباجي على السجن، افوق ده لا حرام، والله حرام، والله حرام افوق ده. خلينا نشوفهم، خلينا نفرح فيهم، خلينا نشوف خلفتهم. والله تمنيت لو اني اعمل خلفة شادي ولو ثانية، بلاش اعملها، اطلع فيها اقول هذه خلفة ابني الثاني. هذه كل امنياتي وهذه كل حياتي، والله العظيم يما نفسي. اما الله كريم، والله الله كريم. شكرا والدة الأسير شادي، أبكت الجميع. عثمان يعني كما استمعت، الطفلة تولين هي أصغر متضامنة في فلسطين اليوم، جاءت لتقف إلى جانب الأسرى الأبطال. لم تذهب إلى بيتها، بل جاءت من المستشفى إلى خيمة الاعتصام، وكما استمعت كلمات ممزوجة بدموع. بقول للناس إنه حتى البنت الصغيرة اللي عمرها يوم من الرحم للخيمة جاية تتضامن، حتى تشعر الناس إنه إحنا بحاجة لتضامن الناس معنا ووقفتهم معنا أكثر من اللي موجود. صح، الناس قامت في التضامن مع الأسرى، واليوم 31 أبنائنا يموتون أمام أعيننا، ولذلك بنطلب أنه يكون التحرك السياسي والشعبي أكثر من اللي موجود. وبارك الله فيكم وفي الجميع. الحمد لله على سلامتها وسلامة أمها، وإن شاء الله بنشوف عمها قريبا ان شاء الله. تولين سميها شادي والله. شادي والله شادي سميها. أسرى متضامنة بفلسطين بخيمة الجليل مع الأسرى. ان شاء الله من مولد السلامه. بس عليكم كلكم، بقدرش اقول عشان بس عليكم. هذه الزيارة لأنها تكون البنت من أول يوم متضامنة مع عمها الأسير شادي أو شخدم. طبعا هذه الرسالة لكل الأسرى ولكل إنسان حر ولكل إنسان شريف، إنه هذول أطفالنا حتى بتضامنوا مع أسرانا في السجون الاحتلال وبالمية والملح، وكمان حتى الأطفال الرضع والصغار كمان متضامنين معهم إن شاء الله في إضراب الحرية والكرامة. وإن شاء الله بنصرهم، وإن شاء الله يكونوا ينولوا مطالبهم كلها. وبتمنى من كل إنسان ومن كل صاحب مؤسسة وكل شخص شريف حريص على الوطن، حريص على أبناء الشعب الواحد والوحدة الوطنية، إنهم يتحركوا من أجل نصرة أهالي الأسرى في مدينة الخليل وفي كل مدن الضفة الغربية وفلسطين. وشكرا لكم. بحكي لها بقول لها يما مبروكة، ويا ريتها 7 بركات، وإن شاء الله بتتربى بعزك، وإن شاء الله زي ما شفت خلفتك اليوم بشوف خلفة أخوك، والله كريم، والله الله كريم. بقول له ان شاء الله يا رب، ان شاء الله على خير يا عم. انا لسه بحث عنك، قالوا عنك نت بتتبع ان شاء الله.